شفت كتير ضجة على عيد ميلاد الأسطوري اللي سوته مس دعاء في دبي بحضور كتير مؤثرين عرب وأختها من المغرب. مع الحفل الأسطوري تم على أساس مغربي 100%. بس المحير في الموضوع واللي خلى ناس كتيرة إنه هي تحكي إنه بيسان صديقتها المقربة ما كانت في الحفل، مع إنه كتير مؤثرين من الطرفين من الجهتين كانوا حاضرين في العيد ميلاد الأسطوري. كتير ناس عم تتساءل إذا مس دعاء سوت هيك يعني per purpose، يعني عن قصد، إنه هي قاصدة إنه هي تسمم بيسان أو ضد فيها إنه هي مسوية هالشي، لأنه شفت في كتير مقالات إنه هي جابت ناس مو أوكي مع بيسان وإن هي سوت هالشي عن قصد. فالصراحة ما أدري، إذا عندكم أي معلومات خلوها لي في الكومنت. فأنا استغربت صراحة ليش بيسان سعيد مو موجودة في هذا الإيفنت، مع إنه إحنا بنعرف شو نوع الصداقة القوية اللي بتربط بين بيسان ومس دعاء. وبعد هيك لما بيسان أعلنت عن انفصالها عن محمود ما شفنا ولا مواساة ولا مسج ولا فيديو من مس دعاء لبيسان إنه هي يعني تواسيها من هاي الخبر وهالشي، يعني لأنه بيسان ومحمود كانوا عن علاقة عن حب والانفصال مو هين يعني. فأي وحدة فينا تكون صديقتها في علاقة أو مخطوبة أو متزوجة لشخص وبتنفصل عنه، فأكيد هون دور الصديقات إنه هم ينفسوا عن بعض، يطبطبوا على بعض وهالأشياء يعني. بس ما شفنا هالشي أبدا أبدا أبدا، بالعكس إحنا بنشوف إنه الناس كلها عم بتعلق على العيد ميلاد المغربي اللي سوته مس دعاء وما ندهت على بيسان، مع إنه كانت هاي توينز لارا ولين أعتقد اسمها، كان في كتير ناس، كان حتى الإكس تبع بيسان أعتقد أنس، صحيح كان صح، بس الغريب إنه بيسان ما كانت موجودة. يا ريت اللي عنده معلومة يكتب لنا في الكومنت شنو السبب، مع إنه العيد ميلاد كان ناجح 100% وكان كبير وحلو بالتقاليد المغربية وكل المميزات اللي ممكن تكون في حفل أسطوري، إلا وإنه مس دعاء تعرضت لكتير انتقادات من طرف الناس. في ناس حبوا الفكرة، في ناس ما حبوا الفكرة، في ناس ركزت على قصة إنه هي ما ندهت على صديقتها المقربة، في ناس تقول إنه مبالغ في إنه كل هالأشياء إجت من المغرب لحين الخليج عشان يسووا هالعيد الميلاد، وإنه هالأشياء كلها إعلانات ومو مدفوع فيها ولا مليم وهالأشياء. فأنتوا كمتابعين شنو تفتكروا؟ هل هالعيد الميلاد مصروف عليه فلوس أو كان كله مجاني؟ هل تعتقدوا إنه مس دعاء تعمدت إنه هي ما تنده على بيسان لشي معين، أو بس لأنه بيسان عرفت إنه الإكس تبعها موجود في الحفل فعشان هيك ما راحت، أو بيسان مسافرة أو شي معين؟ فما بعرف صراحة، بتمنى نعرف شو صاير بالضبط، لأنه إحنا كمتابعين نحب نعرف شو سبب هاي الانتقادات كلها. وصراحة بالنسبة إلي أنا العيد ميلاد عجبني لأنه كان تقليدي ومغربي 100%. لو كان مدفوع أو مو مدفوع هاي حريتهم الشخصية، أهم شيء إنه ككونسبت وكفيديو وكحفل كان حلو وكان جميل. بكوني مغربية أعتز بالتقاليد المغربية، وعجبني كتير 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 فكرة إنه هي تسوي عيد ميلاد أسطوري مغربي 100% في بلد مو بلدها اللي هي دبي. فخلوا لي كومنتاتكم، واللي عنده شي معلومة يخبرنا إياها عشان كلنا نعرف أجوبة لها التساؤلات.